عبد العزيز بحراسة المرمى بالرقم 1، حمزة عدنان على اليسار بالرقم 3، محمد جاسم 14، فابرس ماغنيم 5، ووسط الملعب مندي 60، مكان سامبالي 6، شبر علي 11، محمد صالح 10، محمد قاسم 88، محمد داود 90، وحازم المستوري بالرقم 30. لقاء الذهاب ما بين الفريقين التقى في افتتاح الموسم في الجولة الأولى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ما زلنا وياكم ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول، وهذا تذكير للأحبة المشاهدين بنتائج مباريات الأسبوع 37 أو الجولة 37. أمس القاسم عادل القوة الجوية بهدف وضاع اللقب من الصقور بعد أن فاز الشرطة على دوك بهدف وحقق اللقب. النفط يخسر من الزوراء 1-3، ونفط الوسط يخسر من الأمانة 0-2، وزاخو يعادل الحدود بهدف، والكهرباء اليوم يعادل نوروز بهدف، والكرخ يتغلب على نفط البصرة بهدف 1. الآن 3 مباريات في آن واحد، نفط ميسان مع النجف، وأربيل مع كربلاء، والميناء مع الطلبة، وتنطلق صافرة الحكم محمد سلمان تعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. فريق نادي نفط ميسان بالزي العنابي على يمين الشاشة، وبالزي الأزرق نادي غزلان البادية باللون الأزرق. كرة ملعوبة لجعفر، علاء الدين حاول يمر، ترتد الكرة، ومرة أخرى تعود الكرة بالمنتصف، معروف يوسف، ومحاولة بالرأس تقطع، كرة إلى جعفر ناصر، جعفر يحاول يمر الآن، جعفر يعيد الكرة إلى الخلف إلى معروف، جعفر من جديد، حلوة ملعوبة الكرة إلى سجاد محمد، عرضية تلعب ولكن مقطوعة من الدفاع، مرة أخرى الكرة مرت، تعود الكرة من المستوري إلى محمد داود سريعة من الجهة البعيدة، محمد داود يحاول يمر، ضعيفة وترتد إلى حسين عامر، ضعيفة كانت من محمد داود اللي غاب عن مباراة الشرطة بسبب نظام الإعارة. كرة مرت إلى الجانب إلى علاء سعد، وسط الملعب أكرم رحيم، كرة عند اللاعب سواليو اللي طرد أمام زاخو، ثم تعود الكرة إلى حارس المرمى حسن نجم، طويلة الكرة ملعوبة، فابرس ماغنيم، محمد ماغنيم، محمد قاسم، كرة إلى الظهير شبر علي، يلعب اليوم من جهة اليمين كظهير كشبه ساقط، هذا هو شبر علي، ماغنيم إلى مندي، شبر طويلة من شبر، وكرة تترك من إلى القائد الحارس حسن نجم. هنا قائد النجف محمد جاسم، وتسديدة ترتد من محمد جاسم إلى حمزة عدنان، يبعثها إلى رمية تماس لمصلحة نفط ميسان. علي عبد الجبار، مباراة رقم 16 إلى مع هذا الفريق، كرة مقطوعة من حمزة عدنان إلى ركنية لمصلحة نفط ميسان. فريق نادي النجف يبحث عن الارتقاء إلى المركز الرابع، وأمن نفسه فريق نفط ميسان بالبقاء في دور الكبار، كما أمن نفسه اليوم الكرخ بالبقاء بعد أن قفز إلى مركز
يعني بهذا الفوز قفز مركزين أو 3 مراكز نادي الكرخ، ارتقى إلى المركز الرابع عشر بدلا من أربيل ب39 نقطة، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 18 مباراة ركنية. الآن تلعب وطالت الكرة، تعود من جديد إلى جعفر ناصر، جعفر يحاول، جعفر ناصر يعيد الكرة إلى الخلف، تعود الكرة محاولة من جديد إلى جعفر ناصر، جعفر مقطوعة وسط الملعب، الكرة عند اللاعب مندي، محمد صالح، سامبالي، كرة إلى مندي، محمد قصيرة مقطوعة تذهب إلى سجاد محمد، وكرة عادت من معروف يوسف مرة أخرى إلى علاء الدين الدالي، علاء يحاول تنقطع مندي وتسديدة من علاء هداف الفريق علاء الدين الدالي برصيد 18 هدفا. علي عبد الجبار 15 مباراة مع نادي نفط ميسان، فاز في 2 فقط، على النفط 2-0 وعلى زاخو 2-0، وتعادل في 8 مباريات وخسر في 5 مباريات، خسر من الزوراء 1-3، من الطلبة 0-1، من الشرطة 2-3، من أربيل 0-2، ومن الميناء 0-3. كرة عند اللاعب فابريس ماغنيم، شبر علي، عرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي النجف، شبر علي بالسلامة، حجز واضح من جعفر ناصر وخطأ لمصلحة نادي النجف، نهى الشبر، حكم يعيد الكرة بمكان حدوث الخطأ. 6 دقائق من عمر المواجهة، تعادل سلبي ما بين النجف ومضيف نفط ميسان. محمد قاسم، مندي يلعب كرة طويلة إلى محمد داود من الجهة البعيدة، محمد داود يحاول يمر لكن مقطوعة الكرة وإلى خارج الملعب لرمية تماس. ركلة مرمى احتسابها حكم اللقاء لمصلحة نفط ميسان حسن نجم على التنفيذ. تلعب الكرة، علاء الدين يلعبها، ترتد الكرة من اللاعب سامبالي، تعود مرة أخرى محمد قاسم، سامبالي، جعفر ناصر، علاء الدين، وماغنم أقرب للكرة يعيدها لحارس المرمى رضا عبد العزيز، رضا يشتتها، تعود الكرة وسط الملعب معروف يوسف، أكرم، حسين عامر، وإلى خارج ملعب رمية تماس. شبر علي على التنفيذ، عادت إلى محمد قاسم، شبر عرقلة لشبر، ويعني عرقل من الخلف، وجعفر ناصر حكم ينبهه. شوف الحالة مرة أخرى،
ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. ماغنيم، وكرة من مندي خارج الملعب، لا رمية تماس. سجاد محمد على التنفيذ. أحمد أو محمد جاسم. رضا شتت كرة طويلة، دائما يلعبون كرات طويلة على يعتمدون على سرعة محمد داوود. بالرأس من سامبالي. مندي، عادت الكرة لا شوبر. مندي، ويعني اعثار متكرر من لاعبي نادي نفط ميسان للاعبي النجف. خطأ ضد اللاعب أكرم رحيم. عشر دقائق من عمر المواجهة، تعادل سلبي. ركلة حرة الآن، محمد قاسم على التنفيذ. تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد بالرأس. محاولة تسديدة من شبر برا الملعب، عالية إلى ركلة مرمى. شبر علي يلعب الكرة عالية إلى ركلة مرمى. شبر هدفين في شباك الكرخ والكهرباء. والحاج عبد الغني شهد في مباراة رقم 23، هو قاد الفريق في 22 مباراة، 14 فوز، 5 تعادل، 3 هزائم. خسر من النفط 1-2، من الطلبة 1-2، ومن الجوية 0-1. وقاد مباراتين حيدر نجم بسبب غيابه لتأدية مراسيم الحج. فاز على نوروز 3-0، وعاد الأربيل بهدف 1. محاولة الآن، كرة مقطوعة، تبعد الكرة من اللاعب سواليو. يوسف معروف، أكرم، حسين عمار أو حسين عامر، حسن نجم. تلعب الكرة بالرأس، ملعوبة الكرة من اللاعب سامبالي. تذهب الكرة من علي لطيف إلى عباس فاضل. أكرم، سواليو، علي لطيف. ترتد الكرة، سامبالي، وقصيرة وتنقطع، وهناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نفط ميسان. فريق نادي نفط ميسان قادم من تعادل أمام الكرخ بهدف، والنجف أيضا قادم من تعادل أمام الشرطة بالوقت القاتل بهدفين. فريق نفط ميسان خاض 36 مباراة، وأول بطاقة صفراء في ملعب المباراة لسامبالي. وفاز في 9، تعادل في 16، خسر في 11 إلى 36، عليه 36 43 نقطة، وضعته بالمركز 11. بينما النجف 36 مباراة، 18 فوز، 10 تعادل، 8 هزائم، 42 هدف، 26 هدف عليه، ب 64 نقطة بالمركز الخامس. من جديد كرة ملعوبة طويلة بالإعادة. هذه إعادة، والفرصة الثمينة اللي ضاعت يبدو حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة، كرة لسامبالي، أو هذا ماغنيم. رضا عبد العزيز، ركلة حرة غير مباشرة إلى فابريس ماغنيم. شبر علي، ماغنيم مرة أخرى. محمد جاسم، ماغنيم، سامبالي، محمد جاسم، سامبالي مرة أخرى. مندي،
إلى محمد جاسم. يحاولون يسحبون لاعبي فريق نفط الميسان إلى الأمام. محمد صالح، حمزة عدنان، محمد جاسم، سمبالي، سريعة من سمبالي، كرة ترتد من عباس فاضل يشتتها سواليو. حمزة عدنان، خطأ لمصلحة نادي النجف، خطأ لمصلحة نادي النجف. عباس فاضل على التنفيذ، جانب من الحضور اللي يتابع هذه المباراة. حمزة بالرأس إلى رمية تماس أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان. حمزة عدنان لعب للميناء، للجوية، للطلبة، للزوراء. علاء الدين، حمزة، محمد، خطأ لمصلحة نفط ميسان. هذا علاء الدين الدالي. ربع ساعة تمضي من عمر اللقاء، يبقى التعادل قائم سلبا ما بين الفريقين. كرة إلى ماغنيم، سامبالي، ميندي، ماغنيم. الثلاثي الأسمر يؤدي أداء جيد مع فريق النجف. شبر لاعب شاهدناه كظهير أيسر، شاهدناه اليوم ظهير أيمن، وشاهدناه لاعب وسط. رمية تماس من جديد. وكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نفط ميسان. أداء دون الوسط لحد الآن بعد مرور 17 دقيقة، يبقى التعادل قائم. وعبد الغني شهد يعني تحصر على الكرة اللي ضاعت. شوف الحالة بالإعادة، والكرة اللي انطلق من خلالها شبر علي وطالت عليه، كان المفروض يستغلها بشكل أفضل. هذا ما عصب عبد الغني. ماندي، أخطاء كثرت في شوط المباراة الأول خلال ال 17 دقيقة الماضية. ماغنيم، مقطوعة الكرة من حسين عامر. جعفر، قصيرة ترتد، محاولة، وسامبالي. ماغنيم طويلة إلى محمد داوود. رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. علاء سعد أمامنا بالصورة. عباس فاضل ينفذ رمية التماس، تشتت الكرة من أكرم. علاء الدين، ماغنيم يبعدها وطالت على علي لطيف. معروف يوسف، سجاد محمد، معروف، حسين عامر.
علي لطيف طالت عليه الكرة، تنقطع من سامبالي، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على ما أعتقد لأكرم رحيم، بطاقة صفراء ثانية على ما أعتقد لأكرم رحيم، فعلا لأكرم رحيم. المرة الأولى سامح الحكم ونبهه، وهذه المرة الثانية إسقاط بتعمد واضح، للمرة الثانية يسقط اللاعبين بتعمد. سامبالي ركلة حرة لمصلحة نادي النجف، كرة مقطوعة، هناك خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. يعني احنا ب20 دقيقة راح نوصل ل20 خطأ، أخطاء بالجملة، وكثرة الصافرة تفسد متعة اللقاء. طويلة الكرة ملعوبة، ماغنم، محمد جاسم، رضا عبد العزيز، ماغنم مرة أخرى، مندي ضاغط عليه جعفر، مندي مر، مندي يلعبها لمحمد قاسم، محمد قاسم كرة ملعوبة من محمد صالح إلى محمد داوود، تعود إلى حمزة عدنان، حمزة عدنان إلى محمد قاسم، حلوة هات وخذ إلى حمزة، ولكن تبعد من حسين عامر. تعود مرة أخرى الكرة إلى سامبالي، يلعبها إلى ماغنيم، مندي، شبر علي، محمد قاسم أو محمد صالح، وإلى شبر علي. وين شبر اليوم مرتبك، الكرة الثانية اللي يضيعها بلا مبرر شبر علي. سجاد محمد على التنفيذ، ماغنم، سامبالي، محمد صالح، شبر علي، محمد جاسم، وإلى حارس المرمى رضا عبد العزيز. مرة أخرى إلى سامبالي، تعود من جديد إلى محمد، طويلة إلى حمزة عدنان، أقرب إلى اللاعب عباس فاضل، يلعبها إلى علاء يلعبها بينية إلى علي لطيف، كرة خطيرة طالت على جعفر ناصر، وتبعد من ماغنيم إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نفط ميسان. منتصف شوط المباراة الأول، التعادل يتواصل. هذه الفرصة الثمينة، أول الفرص اللي ضاعت ما بها أي تسلل، لكن طالت على جعفر ناصر وأنقذت من ماغنيم. ركنية لمصلحة نفط ميسان. أجواء حارة رغم أنه احنا نلعب بالليل، لكن أجواء حارة، إرهاق والتعرق واضح على أجسام اللاعبين. جعفر ناصر على التنفيذ، ركنية لمصلحة نفط ميسان، بالرأس مقطوعة، شبر، كرة إلى مندي،
يوسف، جعفر، سجاد، إلى سواليو، سواليو دابيلا، عباس فاضل من الجهة البعيدة، عباس فاضل يتعدى ويمر يلعب كرة، جعفر، عباس مرة أخرى تأخر، تعود الكرة إلى معروف يوسف، جعفر هي كرة نفسها ممكن يسدد، كرة برا الملعب إلى ركلة مرمى. محاولة من جعفر والكرة يبدو ارتطمت بأحد اللاعبين، تمر إلى ركنية لمصلحة فريق نادي نفط ميسان. 25 دقيقة تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة، 20 دقيقة والتعادل ما زال قائم سلبا ما بين نفط الميسان وضيف النجف. جعفر ناصر على التنفيذ، ركنية ثانية لفريق نفط ميسان أو ثالث ركنية لنفط ميسان، والحكم يعيته في مكانها المخصص إلها. جعفر إلى سجاد محمد، قصيرة ترتد من محمد قاسم، محمد يلعبها مندي يقدم لحد الآن مباراة جيدة. كرة عادت إلى معروف يوسف، سواليو، معروف، حسين عامر، سواليو مرة أخرى حلوة ملعوبة لا سجاد المندفع للأمام، سريع على علاء الدين الدالي، على ولكن تأخر وصعبها على نفسه والكرة ترتد. يبدو هناك حالة تسلل من أول ما استلم علاء الدين الدالي، أول ما استلم علاء الدين الدالي كانت حالة تسلل. ونرجع في كل مباراة نقول أنه المساعد يأخر رفع الراية لأسباب حتى نهاية الحالة لأغراض الفيديو. شوف هذه الانطلاقة وهو في وضع تسلل مع انطلاق الكرة، لكن يبقى الحكم ينتظر الحالة، قد لا تكون تسلل وممكن أن يسجل هدف. هذه التأخير بالراية إجا مع وجود نظام الفار. يبدو لاعب من لاعبي نادي النجف اللي هو ماغنيم يشكو من إصابة. هذا هو محمد جاسم قائد الفريق، وحارس المرمى رضا عبد العزيز. النجف بعد أن قاد عبد الغني شهد غير نتائجه كليا ووصل إلى المركز الخامس الآن. يعني إذا نأتي على المرحلة الأولى كان بالمركز العاشر، 19 مباراة، 7 فوز، 5 تعادل، 26 نقطة. و7 هزائم. الموسم الماضي أيضا كان بالمركز السابع فريق النجف ب56 نقطة. لكن لاحظ الفرق ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لنادي النجف، كان بالمركز العاشر في المرحلة الأولى، الآن هو بالمركز الثالث في ترتيب الأندية بالمرحلة الثانية. 17 مباراة فاز في 11، تعادل في 5، وخسر مباراة وحيدة بالمرحلة الثانية. خسر من الجوية بهدف، بالمرحلة الثانية لم يخسر إلا مع الجوية بهدف، وحصد 38 نقطة في المرحلة الثانية وبالمركز الثالث. بينما فريق نفط ميسان بالمرحلة الأولى كان بالمركز 12 وبالمرحلة الثانية أصبح بالمركز 14. 17 مباراة، حقق 3 فوز فقط بالمرحلة الثانية على نفط الوسط بهدفين، على النفط بهدفين، وعلى زاخو، وكل المباريات اللي فاز بها 2-0، وخسر 6 وتعادل في 8. خسر من نفط البصرة 1-2، من الميناء 0-3، من الشرطة 1-3، من الطلبة 0-1، من الشرطة 2-3، من أربيل 0-2. إذن بريك، كولينج بريك لشرب الماء، استراحة، حالة إنسانية، حرارة الجو، وبالتالي شوف حرارتنا 44 واحنا بالجنوب مو بالوسط ولا بالغرب ولا بالشرق، لا بشرق البلد، يعني هو احنا بشرق البلد لا
بالجنوب احنا، و 44 درجة الحرارة، والرطوبة أيضا في هذه في مناطقنا الجنوبية أيضا. علي عبد الجبار درب القاسم، درب الجوية. مشرف المباراة، يبدو هناك حالة في ملعب المباراة عموما. حمزة عدنان إلى محمد جاسم، نصف ساعة من عمر اللقاء. محمد إلى رضا عبد العزيز، رضا يلعب كرة طويلة. لم يتبقى إلا دور واحد، وكل الفرق تذهب لاستراحة وقتية باستثناء أندية الكأس الأربعة، النفط والزوراء والجوية والشرطة. كرة طويلة، فابرس ماغنيم يبعتها ماغنيم. شبر، سامبالي، محمد جاسم، محمد صالح، حمزة عدنان. حمزة لمحمد صالح مرة أخرى. مرة أخرى الكرة لمحمد جاسم. حمزة، محمد تنقطع من أمامه. حازم المستوري، اليوم لحد الآن ما شفنا أي شيء من حازم لأنه مراقب مراقبة لصيقة. محمد جاسم، حمزة عدنان المندفع إلى الأمام. محمد داود، حمزة هات وخذ كرة، لا هذه 1-4 مو 1-2. وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نفط ميسان. ابتسامة على محيا علي عبد الجبار اللي خلاص اطمئن انه فريقه بالمركز 11، والكرخ اليوم نفسيا ارتاحوا بعد ان هربوا الى المركز امن بقائهم في دوري الكبار. اليوم بهذا الفوز قفزوا اكثر من مركز، وبالتالي قفزوا من المركز ال 16 إلى المركز 14 ب39 نقطة. يبقى الصراع قائم ما بين ثلاثة أندية، القاسم ونفط البصرة والأمانة على البلاي أوف، بينما نفط الوسط انتهى موضوعه يهبط. وتسديده إلى حارس المرمى رضا. رضا يلعب كرة طويلة، طالت الكرة لحسين عامر. حسين نجم تلعب الكرة من جديد. عباس فاضل، خطأ لمصلحة نفط ميسان. هذه كرة علاء سعد اللي تمكن منها رضا عبد العزيز. كرة عند لاعب سامبالي. شبر علي، سامبالي او اللاعب ماغنيس ماغنيم. محمد جاسم، محمد صالح، سامبالي، محمد صالح مرة أخرى إلى ماغنيم. سامبالي إلى حمزة عدنان.
محمد داود، بينية، طالت الكرة، تعود مرة أخرى من مندي، حمزة عدنان، مندي من جديد، عالية من مندي، محمد قاسم، وشبر يسدد برا الملعب بيساره بمحاذاة القائم. أخطر الكرات على مرمى نفط ميسان. لاعب مميز هذا الشاب، يعني أنت من تلقى لاعب عندك يخدمك بأكثر من مركز، هذا لاعب مميز، ظهير أيسر، ظهير أيمن، لاعب ارتكاز. شوف يسارية وهو يلعب ظهير أيمن، قوية كانت اليسارية ومرت بمحاذاة القائم. من جديد الكرة ملعوبة بالرأس، خطأ لمصلحة نفط ميسان. يا ما كثرة الأخطاء خلال 35 دقيقة، الله يعين الحكم ويعين اللي يتابعون أيضا. مثل ما قلنا كثرة الصافرة تفسد متعة اللقاء، أخطاء كثيرة في ملعب المباراة. ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة نادي نفط ميسان. محمد قاسم أمامنا بالصورة، هذا حسين عامر لاعب الصناعات السابق يلعب الكرة، خروج من رضا عبد العزيز، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل وتلعب الكرة لحمزة عدنان، يلعبها طويلة بالرأس، خطأ لمصلحة النجف الآن. علي لطيف وعرقلة واضحة لمحمد جاسم، دفع، إذا مو اعثار بالقدم دفع باليد. شوف هذه الحالة من جديد، محمد جاسم تنقطع، أكرم، علي لطيف، علاء الدين، معروف، سجاد إلى معروف، وسجاد إلى حسين عامر، سواليو، أكرم، سواليو، حسين عامر، عباس فاضل، علاء، أكرم، سواليو، حسين عامر، جعفر، علي لطيف، معروف، علي لطيف مرة أخرى، علي لا سجاد، سجاد إلى حسين عامر، أكرم رحيم، أكرم، وإلى حارس المرمى حسين نجم، حسين إلى حسين عامر، معروف، حسين عامر، وإلى حسين نجم. يعني أداء ما مقنع لحد الآن، وهذه الكرات والرجوع. عباس فاضل من الجهة البعيدة، علي لطيف، علاء الدين، علي بيني، علاء سعد، حلوة لا علي لطيف، تلعب يا جعفر، حركة لعب جميلة ومحاولة، ولكن شوف حلوة لعبوها بأقدامهم علي لطيف، علاء سعد، وانتهت إلى جعفر وضاعت أخيرا. شبر علي، مندي، محمد داود من الجهة البعيدة، محمد،
تعود الكرة مرة أخرى إلى ماغنيم. محمد جاسم، دخلنا الدقيقة 40 والتعادل يخيم على أجواء هذه المواجهة اللي تجمع نفط ميسان بضيف النجف. كرة طويلة بالراس إلى ركنية إلى حارس المرمى حسين نجم. لاعب سريع له تأثير في تشكيلة فريق النجف. كرة عادت إلى حسين عامر. حسين نجم، أكرم، عباس فاضل، علاء سعد، أكرم، جعفر ناصر، ومرة أخرى الكرة تعود إلى ماغنيم، يتركها إلى رضا عبد العزيز. من جديد الكرة إلى رضا. محمد جاسم، ماغنيم، سامبالي، مندي، محمد قاسم، خطأ لمصلحة نادي النجف. أكرم عنده إنذار، ودائما يعني أكثر من حالة يعثر أو يسحب، عليه أن يحذر. محمد قاسم، شبر، تبعد الكرة من أكرم وخطأ لمصلحة نادي النجف. يبدو أكرم قريب من الطرد، يعني أكرم يبدو قريب من الطرد لأنه كثرت حالات الإعاقة منه وعنده بطاقة صفراء، وعليه أن ينتبه ويحذر. شوف شبر يتعرض إلى عرقلة من أكرم علي، وكرة من مكان خطير لمصلحة نادي النجف، ركلة حرة. إذا اصفرت احمرت يا أكرم، احذر. وأفضل الطرق إذا مر الشوط الأول بسلام أن يستبدله علي عبد الجبار. يبدو الحكم احتسب لفريق نفط ميسان الخطأ. احتسب لفريق نفط ميسان لصالح أكرم علي، أكرم رحيم. حسين نجم على التنفيذ. 3 دقائق تفصلنا على نهاية شوط المباراة الأول. علاء، جعفر، حلوة لعلاء الدين، ولكن وين برا الملعب إلى رمية تماس، ويبدو حالة تسلل أيضا. ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي النجف. اليوم المساعد الثاني منتظر عبد الزهرة، حالات التسلل كثيرة من جهته. رضا عبد العزيز، بعيد، تسلل واضح بعيد. كرة إلى خارج الملعب. حازم، تنقطع. حسين عامر، جعفر، بطاقة صفراء لشبر علي، بطاقة صفراء لشبر علي.
علي لطيف يتعرض إلى عرقلة من شبر علي، وركلة حرة لمصلحة نادي نفط ميسان. ثالث بطاقة صفراء في ملعب المباراة. محمد داود، حلوة إلى مندي، مندي إلى محمد داود، سريع محمد، يمر سريع محمد، يلعبها وسهلة إلى حسين نجم حارس المرمى. كان بإمكانه أن يحول لحازم المستوري. سجاد محمد، زاخو، فريق النجف إذا ما فاز راح يقفز إلى المركز الرابع، ويبقى صراع القاع. القمة تحددت، أول والثاني والثالث تحددوا، الشرطة جوية زوراء. من جديد الكرة تلعب. محمد قاسم، 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع، 45 دقيقة انتهت. وكرة خطيرة، خطرة، لا، كان بالإمكان أفضل تنقطع. برافو دفاعات نفط ميسان. محمد داود، تعود الكرة إلى حمزة عدنان، دفاع مستميت دفاعات نفط ميسان، وبرافو الكرة مرت إلى خارج ملعب لا ركنية لمصلحة فريق نادي النجف. كرة أبعتها سواليو، فرصة كانت ثمينة، كان بالإمكان أفضل مما كان للاعبي النجف. أكيد بعد الركنية راح يعيد لنا إياها مخرج المباراة محمد داود على التنفيذ. ركنية لمصلحة نادي النجف. ركنية تنفذ بطريقة غير سليمة، ترتد من الدفاعات. ماغنيم إلى مندي، مندي إلى سامبالي، سامبالي إلى مندي، ترتد الكرة وسامبالي، مقطوعة الكرة من علاء سعد، ومرة أخرى طالت إلى علاء الدين الدالي. علاء الدين، علاء سعد، معروف يوسف، سجاد محمد، رضا عبد العزيز. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، تعادل سلبي يتواصل. حازم المستوري 9 أهداف هذا الموسم. ماغنيم، سامبالي، مندي، سامبالي، مندي، طويلة من مندي إلى محمد داود، ما أعتقد يلحق لها، إلى خارج ملعب لا رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. صافرة حكم اللقاء السيد محمد سلمان تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين النجف ومضيفة نفط ميسان. شوط لم يكن مقنعا ولا ممتعا. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني.
ولصالح هنا المحاولة تبقى قائمة لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد. ميلاد، مر ميلاد، سدد ميلاد، وهدف لمصلحة فريق أمانة بغداد. هدف لأمانة بغداد. أرنست تيري يسجل أول أهداف المباراة وثالث أهدافه مع أمانة بغداد خلال هذا الموسم. هذا وسام طالب هو اللي أعاد الفريق إلى دوري الكبار، ولكن الرياح لم تأتي بما يشتهيه وسام طالب للوصول في فريق أمانة بغداد إلى ما كان يتمناه وسام طالب. لذلك النتائج لم تكن ملبية للطموح، واستعانوا بخدمات عباس عبيد، لكن أيضا مع عباس عبيد جاءت النتائج السلبية لفريق أمانة بغداد. لاحظ مر ميلاد فلاح وميلاد هدف أول في هذا اللقاء. الآن من خلال هذه المباراة نشهد ميلاد هدف أول ولصالح أمانة بغداد. لاحظ تمريرة ميلاد ولا وجود لمدافع وحارس مرمى فريق نادي كربلاء، يضعها بكل هدوء اللاعب الكاميروني أرنست تيري ليسجل أول أهداف المباراة. أمانة بغداد بوجود خطأ على جولة شوف، رمية جانبية صلاح حسن. بدأ الآن نادي كربلاء يحقق أفضلية على حساب أمانة بغداد. مصطفى قريبا لمنطقة الجزاء، ممكن عملية تسديد، وبن عريف يسجل هدف التعادل. هدف تعادل لكربلاء. الله على اللقطة الجميلة، الله على السحر الموجود للاعبي كربلاء في هذه اللقطة، وبشكل جميل يضعها اللاعب المغربي كريم بن عريف ليسجل هدف تعادل أمام فرحة جماهير كربلاء الموجودة على مدرجات ملعب السليمانية. هدف جميل، لكن العمل الكبير لحسين طالب. العمل الكبير كان لحسين طالب. لاحظ الإعادة، تمريرة مصطفى راضي، ولاحظ اللمسة اللي كانت عن طريق حسين طالب، ولم يكذب خبر اللاعب المغربي كريم بن عريف ليضعها على يمين حارس المرمى حسن عباس ليسجل هدف التعادل. هدف تعادل لكربلاء. هدف جميل. لاحظ اللقطة، بدأت من مصطفى راضي وحسين طالب، وبعد ذلك بالمباشر كريم بن عريف يضعها على يمين حارس المرمى لأمانة بغداد حسن لورنت. محمد خالد أمامية، كرار، علي بري، عملية التمرير، جاسم محمد، مر بالمهارة جاسم داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى كربلاء. جويل شوف مرت من أمام جويل، المحاولة وثاني الأهداف. هدف ثاني رضا فاضل يسجل في مرمى كربلاء بعدما سجل في المرحلة الأولى لكربلاء في مرمى أمانة بغداد. يأتي من خلال هذا اللقاء ويسجل ثاني الأهداف في مرمى فريق السابق كربلاء في هذه اللحظات. هدف ثاني لرضا فاضل لأمانة بغداد على حساب كربلاء. 2 أمانة بغداد 1 كربلاء. 2 أمانة بغداد 1 كربلاء. إذا رضا فاضل بعد ما سجل الهدف الوحيد لكربلاء، والمباراة اللي خسرها كربلاء 3-1 أمام أمانة بغداد، وهذه المرة في هذه المباراة رضا فاضل يسجل ثاني الأهداف لأمانة بغداد في مرمى كربلاء. لاحظ الإعادة والرأسية لرضا فاضل يسكنها في شباك مرمى كربلاء، وثاني الأهداف لأمانة بغداد. 2 أمانة بغداد، هدف لكربلاء. هذه النتيجة تعطي الأمل لأمانة بغداد. يتمسك بالأمل. على نادي نفط ميسان في الموسم الماضي، لكن بهذا الموسم حقق نتائج إيجابية وتسديدة. جول جعفر ناصر، ونفط ميسان يسجلون أول أهداف المباراة. نعم، وانتظروا كثيرا، وهنا التمريرة من علاء سعد من البديل إلى البديل، وأكرم رحيم الجميل يسجل أول أهداف المباراة، يصالح جماهير ميسان بهدف أول من هذا الفنان أكرم رحيم، يسجل أول أهداف المباراة. اللاعب البديل، اللاعب الخبرة، من البديل إلى البديل. خليفة تعود من أحمد عبد الرزاق، يلعبها بالعارضة، ممكن جول. الكناري يغرد بعد التقدم لنادي نفط ميسان. أحمد عبد الرزاق
بالعارضة، وكايو أسكنها الشباك. كايو عدل نتيجة المباراة لتصبح هدف لنادي نفط ميسان وهدف لنادي الكرخ عن طريق المدافع كايو. والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب تألق. نعم الحارس بهذا الطيران، ارتدت الكرة بالعارضة ومن ثم عادت لكايو وسجلت. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، هدف أول، هدف أول، هدف أول. سيف الدين ظاهر لنادي القاسم. لاحظ الكرة كانت من ميسوكي، للدفاع، وسيف يسجل هدف الأول لنادي القاسم. التقدم لنادي القاسم بهدف أول على الطلبة، على الأنيق. فرحة العقيد، هذا العقيد هداف الطلبة لغاية الآن. عالية الكرة خطيرة، الإبعاد من الدفاعات. الله، محمد جواد بدبل كيك بطريقة على كاظم. لاحظ 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 لاحظ، بدبل كيك واحد من أجمل أهداف دورينا. الله، لمحمد جواد، هدف أنيق للأنيق بأناقة وبجمالية، ووقفت أحمد شاكر. واحد من أجمل أهداف دورينا هذا الموسم، عالمي هذا الهدف لمحمد جواد. مرة إلى البرازيلي كلاوديو لدلاور. خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، جول! نوروز 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 لتوميو، ابراهيم توميو يصل الى هدف ال17، هدف الاول في مرمى الزوراء. توميو النيجيري، عصام حمد ونظرة، جلال حسن وعتب. يتكلم توميو النيجيري بهدف اول لنوروز. هذا جول جدوانا، جول جدوانا. هدف جميل، هدف جميل. الرأسية ومرت على جلال، مرت على جلال حسن. نوروز يسجل برأسية هائلة وقوية. شوف، هو من النيجيري، هاي مو رأسية، قوية جدا في شباك الزورة عن طريق توميو. هذا اللقاء لحساب هذه الجولة. كل التوفيق لكلا الفريقين. دهوك صاحب المركز السادس ب56 نقطة، بينما هنا الميناء بكرة خطيرة. هذه الكرة اياد لم يكن متسللا، وشوكان لم يتدخل بالكرة الماضية، وبالتالي يعني كرار كان من الأولى، كان من الأولى، لم يكن متسللا عندما انطلق مع محمد شوكان، وبالتالي يأتي اياد ويسجل أول أهداف في المباراة. متبقية مع هذه الجولة كرة رأسية خطيرة. جول! هدف التعادل، هدف التعادل لزاكري. زاكري لصقور الجبال، لصقور الجبال، سجل ويأتي بهدف التعديل لدهوك الآن في الدقيقة 26. زاكري يسجل، الكابتن يسجل، الكابتن يعود. هنا الرأسية من عماد
اللواتي، وبالتالي المتابعة للكرة التي أبعدها جعفر الشنيشي، ولكن المتابعة كانت ممتازة وسجل التعادل، سجل زاكري وعاد بدهوك إلى نقطة البداية بالمباراة ولكنها ليست سلبية. زاكري هيران يحاول تبادل الكرات خطيرة، الله جول ثاني ليتقدم دهوك بالهدف الثاني. هذه الكرة وهنا الإعادة، تبادل الكرات بشكل ممتاز ورائع وجميل، وحط الكرة على يمين حارس المرمى جعفر الشنيشي. كانت صعبة. المباراة سيد كريم، كرة أمامية، فرصة للتعادل، فرصة التعادل، جول، الله جول سفانة البصرة، سفانة الفيحاء بهدف التعديل. الله 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 الله. مع بداية الشوط الثاني، مع انطلاقة الشوط الثاني، سجل الميناء، تعادل الميناء 2-2 الآن، 2-2 الآن، سجل الميناء هدف التعادل. مع بداية الشوط الثاني انطلاقة جيدة وجميلة بالنسبة لفريق الميناء، استطاع من خلالها أن يسجل التعادل. هنا الكرة وهنا الإعادة من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي هنا يعني انتظار كذلك الفار، ولكن هو مرور ممتاز من اللاعب البديل سجاد اللي يسجل، سجاد اللي يودع الكرة داخل الشباك، وبالتالي هدفين مقابل هدفين سجاد على اللاعب البديل أحد البدلاء. مع بداية الشوط الثاني يسجل هدف الثامن هذا الموسم سجاد اللي بل سيسجل الثالث. كرار عرضية خطيرة، الله جول للميناء، هو الثالث للميناء، للسفانة سجل الثالث سالم الأسمراني سجل الثالث بالراس. الله 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 الله. كرة كرار أرسلها وهوبا في المرمى سالم يا ولد، يا عيني. اكو حسين تقدم بالكرة، راح يسدد، ينتظر هارون ضغط على هارون، الله مباراة الأهداف الجميلة. اكو حسين سجل الهدف الثالث، سجل التعادل لدهوك، سجل التعادل لصقور الجبال بكرة جميلة، جول. شوف هنا الكرة، هارون لآكو هوبا، يا ولد على هذا الهدف الجميل. حط الكرة، حط في المرمى، حطها على يسار حارس الميناء في الوقت المحتسب بدل عن الضاع. كرار الله. الميناء في البصرة
وخارج البصرة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يفعلها الميناء. جول رابع للسفانة، رابع للميناء، رابع لكرار. الله 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 على الميناء، الله على السفانة وأبناء البصرة. وبالتالي هذه الكرة حط على يسار حارس 4 مقابل 3 الآن. سيحاول أن يتعادل. كرة خطأ. كرة القدم وجنون كرة القدم، كرة القدم وجنون كرة القدم وجنون دور النجوم العراق في الدولات الأخيرة. الله 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 على المباراة، الله على جمال المباراة، الله على جمال الأهداف. وحدة بوحدة. هذه هوبا. يا ولد يا هيران. احمد يقي الكرة الوسط. محمد قاسم يريد ان يسدد من هذه المسافة. محمد قاسم يسدد على المرمى للمرة الثانية وخطيرة والمستوري. المستوري يسجل هدف اول لغزال البادية. الله 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 بخطأ من حارس المرمى، بخطأ من احمد باسل، عملية الابعاد. حازم المستوري بمفردة في خط الامام للبشير. عملية الهجومات ممكن البشير خطيرة على مرمى الشرطة، ممكن ثاني، ممكن جاسم ماغنيم فابريس ماغنيم يلعب كرة طويلة. المن ترتد الكرة من حسين عامر إلى رمية تماس لمصلحة فريق نادي النجف. مرة أخرى الكرة إلى محمد قاسم. ماغنيم، محمد جاسم، تعود مرة أخرى ماغنيم، وكرة تبعد من اللاعب سجاد محمد. معروف يوسف، ماندي، محمد قاسم من الجهة البعيدة. ماندي حلوة لكن تنقطع من المدافع، تذهب إلى جعفر ناصر، علاء الدين، علي لطيف، كرة إلى الظهير عباس فاضل، حسين عامر، سجاد محمد من الجهة البعيدة إلى حسين عامر، معروف، حسين عامر، جعفر، ترتد الكرة. محمد قاسم باللوك، يعني مكبر كثير اللوك الجديد. كرة تنقطع على سعد، علاء يلعب إلى علاء الدين الدالي، علاء ضاغط عليه محمد جاسم، علاء يحاول يلعب الكرة إلى علي لطيف، علي وعرقلة وركلة حرة لمصلحة نفط ميسان. ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء من مكان خطير لفريق نادي نفط ميسان. شوفها بالإعادة، يعني محمد حقه يعترض انه ما عرقل اللاعب، لكن الحكم قريب الشوط الأول كان كثير الأخطاء.
سواليو أو معروف يوسف، علي لطيف، علاء سعد قريبين من الكرة، علاء الدين الدالي أيضا قريب، جدار صد من لاعبي نادي النجف. وكرة حلوة 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 على سعد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لعبوها بعقل ولعبت من علاء سعد إلى خارج الملعب. علي عبد الكاظم طبعا يساعده مخلد علي والدكتور ضياء سالم، صالح سلطان لحراسة المرمى، ويتباحث مع مساعدي. كرة عادت إلى شبر ماغنيم، محمد قاسم، مندي، محمد قاسم يسدد من بعيد، وعادت إلى حازم يلعبها إلى محمد داوود، ومحمد قاسم وين كرة طايشة تبعد من الدفاع، تذهب إلى شبر علي، شبر يحاول يلعب الكرة إلى مندي يلعبها، وحازم يهيئها إلى محمد صالح، وحازم عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نفط ميسان. كرة عالية من حازم المستوري، 9 أهداف سجل هذا الموسم، اللاعب التونسي، لاعب النجم الرياضي. حسن نجم على التنفيذ، يلعب الكرة مقطوعة من سامبالي، محمد قاسم، جعفر ناصر أقرب للكرة، يتخلص من محمد قاسم، يحاول يمر، يا سلام، يتعدى الثاني وعرقله، وشبر علي عنده بطاقة طرد عنده بطاقة بالدقيقة 44، ويطرد بالدقيقة 51. شبر علي يطرد ببطاقة، واحنا عندنا 134 حالة طرد، وهذه ال 35 بعد 135 بطاقة حمراء عندنا هذا الموسم، 135 بطاقة حمراء عندنا هذا الموسم. سحب باليد، انت عندك بطاقة يعني اليوم لاعب الكرخ وقبلها لاعب الميناء عنده بطاقة صفراء، يسجل هدف، يحتفل، يخلع فانيلته ويحصل على بطاقة ثانية حتى يطرد. لا، اللاعب لازم يكون عنده ذكاء ميداني، لازم يكون حذر. انت عندك بطاقة بالشوط الأول، يعني كيف تتعدى على لاعب بالسحب؟ تعرف انه عقوبتها هذا سوء سلوك، بطاقة صفراء، وبالتالي يطرد. إذا النجف ب10 لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد شبر علي، والطرد رقم 35 بعد 135 بطاقة حمراء هذا الموسم في دورينا. ركلة حرة لمصلحة نفط ميسان. كرة اللعب بالرأس تبعد من حازم مستوري، مندي يلعبها حلوة إلى محمد داود، تذهب إلى سمبالي وإلى محمد قاسم، ولكن هيك فرص حرام تضيع. يعني قبل قليل كانت فرصة للنفط ميسان وضاعت، والآن فرصة للنجف. هي كم فرصة في المباراة؟ جعفر واحد من اللاعبين المميزين، جعفر تعود إلى علاء الدين وإلى رضا عبد العزيز حارس المرمى. رضا يلعب الكرة
كم فرصة في ال90 دقيقة؟ بعض الأحيان تشوف تلعب 90 دقيقة ما تلقى لك فرصة. فرص ثمينة تضيع على الفريقين. عباس فاضل هل راح يستغل نفط ميسان النقص العددي في تشكيلة النجف بعد طرد شبر علي ويحقق الفوز على أرضه وأمام جماهيره؟ على مستوى لقاءات الفريقان التقيا في 20 مناسبة، 20 مباراة جمعت الفريقين. كرة ملعوبة تنقطع، مندي يبذل مجهود رائع، معروف إلى عباس فاضل، عباس يحاول ممكن يسدد، لا الطريق مغلق، وبالتالي يهيئ الكرة إلى سجاد، تعود إلى جعفر ناصر، جعفر إلى سجاد ممكن يحول، سجاد يلعبها عالية، كرة خطيرة بالرأس وتسديدة، جول علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة. علي لطيف بالدقيقة 55 علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. 20 مناسبة، 20 مباراة التقى بها الفريقان، 5 لنفط ميسان، 8 للنجف، و7 انتهت بالتعادل. هذه المواجهة رقم 21. أفضل فوز كان 3-2 في الأسبوع 29 و5-2 للنجف في الأسبوع 11 من الموسم الماضي. شوفوا الكرة، أول مواجهة جمعت الفريقين موسم 2009-2010، 2-1 للنجف، وهو أول موسم لعب به نادي نفط ميسان في دوري الكبار. علي لطيف هدف الشخص الثاني بعد الهدف في شباك نفط الوسط. وأتحدث عن نفط ميسان اللي أسس عام 2003، 13 موسم في الدوري الممتاز، أولها 2009-2010، هبط مرة واحدة 2010-2011، حل بالمركز الأخير، وعاد موسم 2013-2014 بعد أن حل ثاني في دوري الدرجة الأولى موسم 11-12 بعد الكرخ. أفضل ما حققه المركز الخامس موسم 18-19. خروج أكرم ودخول فيدلس كوكو. أول تغيير في ملعب المباراة، خروج أكرم. أمكن حذر هذا المدرب لأن عنده بطاقة صفراء بدقيقة 19، ودخول فيدلس كوكو. كرة إلى رضا عبد العزيز. أذكر النجف ب10 لاعبين منذ الدقيقة 51. مندي لاعب مكافح يصول ويجول في وسط الملعب، مندي، وسامبالي يترك الملعب وعلام هاوي يدخل. سامبالي أدى مباراة جيدة ويترك الملعب ويدخل علام هاوي باعتبار أنه أبعد لاعب وسط وزج بظهير أيمن لأن الظهير الأيمن طرد. ماغنيم، محمد صالح، علام هاوي، علاء، مندي، ماغنيم، علام هاوي أو محمد صالح. محمد حاول يمر، تنقطع، ضاغط عليه المدافع، تعود إلى جعفر ناصر، جعفر يمررها إلى علاء الدين، تعود إلى علي لطيف يمررها إلى كوكو يحاول، كوكو إلى عباس فاضل يحاول يمر الآن، تلعب الكرة ضعيفة وترتد. برافو ماغنيم. فابريس
ماغنيم، وعرقله وركله حره لمصلحه نادي النجف. خطأ ضد علاء سعد. شوف بالاعاده علاء سعد، عرقله لفابرس ماغنيم. كرة تلعب مرة أخرى. حمزة، مندي، محمد صالح، علاء مهاوي، محمد صالح، مندي، محمد قاسم، علاء مهاوي يلعبها، كرة خطيرة تبعد من أمام محمد داوود، عالية بالمنتصف، علاء الدين الدالي بالرأس، تعود الكرة من جديد من اللاعب عباس فاضل، وتعود الكرة وسواليو يشتتها. طالت الكرة إلى سجاد محمد، إلى جعفر ناصر. جعفر ناصر يحاول يمر، يعيد الكرة إلى معروف. سجاد محمد، حسين عامر، سواليو، علي لطيف، سواليو. يبقى التسلسل الرباعي الأول على حالة بعد تأخر النجف، ويبقى الوضع للمراكز الأربعة الأخيرة 3 مراكز 18 14 16 أو 19 18 17. كوكو شدد برا الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف الآن. 60 دقيقة، 1 نفط ميسان لا شيء. النجف سجل علي لطيف بالدقيقة 55 من عمر المباراة. وأذكر من جديد نادي النجف يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد شبر علي. كرة عادت وسط الملعب. حسين عامر، معروف، حسين، حسن نجم، معروف، حسين عامر، جعفر، سجاد، علي. حلوة لا جعفر الآن، وخطرة، جول من سجاد، جول من سجاد محمد. سجاد محمد يسجل الهدف الثاني. كرة حلوة 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 حلوة، هات وخذ، تنتهي بقدم سجاد الظهير الأيسر اللي يلعبها إلى داخل الشباك، ويسجل بالدقيقة 62 سجاد محمد الهدف الثاني لمصلحة نادي نفط ميسان. ونفط ميسان يستغل النقص العددي في تشكيلة فريق النجف بعد طرد شبر علي، ويسجل الهدف الثاني. هدفين لنفط ميسان لا شيء نادي النجف. هدفين جميلين. شوف 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 بالإعادة، جعفر نجم المباراة، وكرة من بين المدافعين. شوف سجاد يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز هدف التقدم الثاني. 2 نفط ميسان لا شيء نادي النجف. سجاد محمد، أول أهدافه هذا الموسم. محاولة الآن كوكو أو معروف إلى خارج، ما خرجت الكرة. محمد صالح، مندي، علاء مهاوي، مندي، محمد صالح، محمد داوود، حمزة، ماغنيم، من دفع للأمام محمد صالح، وكرة سواليو أبعدها إلى خارج الملعب.
سوالي ويشكي من إصابة. سوالي يتلقى العلاج الآن. فريق نفط ميسان غادر على يد الجوية من الدور ربع نهائي في بطولة الكأس. اللقاء القادم سيكون في دهوك مع دهوك. والنجف أيضا غادر من الدور 16 على يد الجوية بعد التعادل سلبا وبركلات الترجيح 7-8. اللقاء القادم سيكون مع المينا. هذا هو الهدف الأول لعلي لطيف بيسارية جميلة على الطاير لعبها. هدف علي لطيف الأول. وهنا هدف سجاد محمد الثاني لفريق نادي نفط ميسان. 2 نفط ميسان لا شيء النجف. كرة لا سجاد طويلة ملعوبة بالرأس تنقطع من محمد جاسم. معروف مندي يحاول. حلوة ملعوبة الكرة لمحمد داود ضعيفة وترتد من الدفاع. مرة أخرى حمزة عدنان. تعود الكرة إلى عباس فاضل يشتتها. استماتوا الآن، استغلوا النقص العددي في تشكيلة النجف، سجلوا هدفين واستقتلوا. الآن استماتوا بدأوا يلعبون بندية وبحرية أكثر فريق نفط ميسان، عكس فريق نادي النجف الآن اللي وضعه صار صعب ورايه صفارة ركنية لمصلحة نادي النجف. 25 دقيقة أو أقل تفصلنا على النهاية. كرة عالية وخروج حاسم من حسن نجم حارس المرمى. 6 ركنيات في ملعب المباراة، 4 مقابل 2. تغيير الآن. علي حسين لاعب زاكو السابق يدخل، وخروج سواليو اللي تعرض للإصابة. التغيير الثاني في تشكيلة فريق نفط ميسان. كرة ملعوبة لمحمد داود. محمد داود تذهب إلى مندي. ماغنيم. يسعى نادي النجف لتقليص الفارق. محمد قاسم. نجم المباراة في تقديري جعفر ناصر، لاعب اللي يحمل رقم 7 في تشكيلة نفط ميسان. تسديدة جول 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 جول! يا الله على هالكرة الجميلة من مندي، يا الله على هالكرة الجميلة من مندي. صاروخ يهز سباك نفط ميسان والحارس حسن نجم بكرة جميلة ولا أروع. يلا يا المخرج، يلا يا المخرج شوفنا، يلا يا المخرج عيد لنا. كرة جميلة 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 ولا أروع. يلعبها مندي ويحرز هدف التقليص لفريق نادي النجف. شوف كرة جميلة 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 من مندي تهز الشباك ويحرز من خلالها هدف التقليص لفريق نادي النجف. مندي اليوم بذل مجهود رائع في تشكيلة فريق النجف ويسجل هدف رائع بكرة جميلة، ويسجل هدف الشخص الخامس بعد أن سجل في شباك الحدود والكرخ والنفط ونوروز. يسجل اليوم في شباك نادي نفط ميسان، اللاعب اللي أضاع ركلة جزاء أمام أربيل. 2-1 الآن. 2-1. مباراة قد تكون في دقائق المتبقية أجمل، أحلى، أفضل
حمزة مندي محمد قاسم علاء تنقطع من امامه من جعفر يلعبها سريعه حلوه ملعوبه هجمه الان علاء الدين الدالي علاء الدين الدالي علاء الدين ضاعت ويبعتها محمد قاسم كره لعلاء مهاوي علاء مهاوي علاء مندي شتت كره طويله وبالراس تبعد يبقى الترتيب على حاله كرة من جديد معروف علي عباس علي لطيف حلوة ملعوبة إلى كوكو تبعد من دفاعات فريق نادي النجف دفع واضح لحمزة عدنان ركلة حرة الآن يبدو لفريق النجف هذه الكرة اللي ضاعت على علاء الدين الدالي فرصة ضاعت علي عبد الجبار يعني طموح عنده أن يحصل على هدف ثالث يأمن نفسه به 70 دقيقة من عمر المباراة 20 دقيقة تفصلنا وبطاقة صفراء على علاء الدين الدالي بطاقة صفراء على علاء الدين كرة اللعب طالت علي لطيف جعفر ناصر سرعة ندية بدينا نشوف الآن بعد الأهداف جعفر علاء يحاول علي لطيف تسديده والى رضا عبد العزيز حارس المرمى رضا علاء محمد قاسم بطاقة الصفراء كانت لعلاء الدين الدالي هدفين لنفط ميسان واحد النجف وخطأ ضد اللاعب علاء سعد أو اللاعب عباس فاضل كرة مشتركة مع حمزة عدنان خطأ واضح بالسلامة لحمزة عدنان استدعاه يحيى علوان لتشكيلة المنتخب الوطني لعب 6 مباريات عام 2015 استدعاه أول مباراة كانت له مع الأردن وآخرها مع روسيا عام 2023 اللاعب حمزة عدنان استدعاه يحيى علوان خطأ الآن لمصلحة نادي النجف راح يذهب للفار ويشوف الحالة هل كانت فيها تعمد هل كان فيها ضرب بتعمد من قبل المدافع عباس شوف الحالة هل كان اكو ضرب باليد بتعمد ضرب بتعمد موجود ضرب بتعمد موجود والبطاقة الحمراء قريبة من عباس فاضل البطاقة الحمراء قريبة من عباس فاضل شوف اكو ضرب نشوف والحكم هو اللي راح يقدر الحالة عندما راح يشوفها في الإعادة غرفة الفار تواصلوا مع الحكم أكيد قالوا له أكو ضرب بتعمد شوف الآن أكو ضرب بتعمد أكو ضرب باليد على وجه حمزة والبطاقة الحمراء الثانية راح تشهر في ملعب المباراة والأمر متروك للحكم
إذن البطاقة الحمراء لا، اكتفى بالصفراء، اكتفى بالصفراء، اكتفى بالصفراء لعباس فاضل. اكتفى بالصفراء لعباس فاضل. يبدو أن الحكم أكد أنه استمرارية اللعب وحركة الإيد، لم يكن هناك ضرب بتعمد، وبالتالي اعتبرها بطاقة صفراء لعب خطأ. محمد داود، طبعا دائما الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير. كرة عادت إلى محمد قاسم، ترتد عباس فاضل، معروف، من جديد محمد قاسم، حمزة، وحمزة يتخلص من اثنين من اللاعبين ويلعبها حلوة ملعوبة بالرأس، تبعد وتعود إلى جعفر. أذكر نلعب الدقيقة 75 والنجف يكمل المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 51. كوكو 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 عباس أو علاء سعد، معروف، علاء، عباس فاضل، أحمد أو علي حسين، حسن نجم، لعب لزاخو وانتقل بالانتقالات الشتوية لنفط ميسان، وطرد أمام زاخو اللاعب اللي يحمل رقم 17 واللي دخل بديل لنفط ميسان. عادت الكرة تذهب من جديد، طويلة الكرة ملعوبة، محمد صالح، ماغنيم، محمد صالح، مندي، حمزة، محمد جاسم، محمد صالح، مندي إلى ماغنيم، محمد صالح مرة أخرى، محمد جاسم، مندي، مندي من جديد، على مهاوي المندفع للأمام، على وركنية لفريق نادي النجف، ركنية للنجف. ركنية الآن. هل كان هناك مس باليد؟ ركنية الآن. محمد قاسم ومحمد جاسم، خطرة ويبعدها المدافع مرة أخرى. مندي يحاول ويلعب الكرة وإلى حارس المرمى حسن نجم. هجمة خطيرة للنجف تضيع. 13 دقيقة تفصلنا على النهاية. فريق النجف يسعى لإدراك التعادل. شوفوا الفرصة ضاعت على قائد الفريق محمد، وبالتالي أبعدها المدافع، ومرة أخرى مندي لعبها سهلة إلى حارس المرمى حسن نجم. كرة ارتدت
علاء إلى مندي وخطأ، بطاقة صفراء مستحقة لعلي لطيف. كرة عادت علاء الدين الدالي، والحكم يشير للمواصلة. مندي، محمد داوود، علي حسين، عباس فاضل، حسين عامر، سجاد محمد من الجهة البعيدة، سجاد، حسين عامر، طويلة من حسين، تبعد من ماغنيم، علاء مهاوي، محمد صالح مندي، علاء عرقلة لعلاء من الخلف، ويبدو لجعفر ناصر بطاقة، جعفر ناصر بطاقة صفراء. من بطاقات صفراء لحد الآن، وواحدة حمراء. عرقلة من الخلف وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. اليوم الأخطاء لا تعد ولا تحصى. محمد قاسم قريب منا مندي، ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. عالي من محمد، تبعد من الدفاع. علاء مهاوي، علاء يسدد والى حارس المرمى حسن نجم. سدد كرة جميلة، يعني احنا لما سجلوا النجف وقلصوا النتيجة شفنا مباراة حلوة شوية، مباراة حلوت شوية. 9 دقائق على نهاية المباراة بأكملها، 2 نفط ميسان 1 النجف، والنجف يكمل المباراة منذ الدقيقة 51 ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب شبر علي. علاء محمد جاسم، محمد صالح، محمد قاسم، حمزة عدنان، حسين علي في طريقة للدخول. آخر فترة وآخر تغيير لفريق نفط ميسان، استغلوا في فترتين التغيير، لاعب رغم أنه عنده 3 لاعبين بعد يبدل، لكن يبدو راح يغير لاعب واحد. كرة وسط الملعب، سجاد، معروف، جعفر، وقصيرة ترتد من ماغنيم إلى ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. يخرج علاء الدين الدالي ويدخل حسين علي. انتهت تغييرات نفط ميسان ب3 فترات. ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. سهلة لرضا عبد العزيز، إعاقة للحارس، ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم، محمد صالح، محمد جاسم، مندي، حمزة، محمد جاسم مرة أخرى،
مبارك للشرطة ولعشاق الشرطة ولإدارة الشرطة التتويج باللقب، وحظ أوفر لمن فات إحراز اللقب، ونقول مبروك لمن أبقى على نفسه في دوري الكبار. اليوم تهنئة للكرخ اللي حققوا فوز أمن لهم التواجد في دوري الكبار والبقاء في دوري الكبار. بقيت معاناة البقاء تستمر للجولة القادمة. هذا الهدف الرائع اللي سجله مندي بكرة رائعة جميلة، واحد من أجمل الأهداف في دورينا، لم يتمكن منها الحارس حسن نجم. كرة ارتدت إلى علي حسين. الآن راح نشوف البشير بن محمد الغوراني راح يدخل، تغييرين لنادي النجف، البشير ولاعب آخر. ماندي، ماغنم، حازم المستوري غير موفق في لقاء اليوم، يعني لم يخطر المرمى ولم يكن موفقا في لقاء اليوم بسبب الرقابة اللصيقة اللي كانت عليه. علي حسين، جعفر يسدد، ترتد من الدفاع مرة أخرى، كرة لا معروف. علاء سعد، انعادت الكرة إلى حسين عامر، سجاد، جعفر، حلوة إلى علي، ورايه وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. تغييرين عندنا الآن، خلينا نشوفهم. محمد زامل يدخل بدلا من محمد قاسم، والبشير أيضا يدخل بدلا من حازم المستوري. تغييرين لفريق النجف بدخول البشير بن محمد الغوراني اللاعب التونسي، ودخول محمد زامل لاعب الميناء السابق. تغييرين هجوميين لفريق النجف. كرة إلى ماغنم يحاول يلعبها حلوة بينية، محاولة، كرة خطيرة ارتدت من حسين عامر. برافو حسين اليوم قدم مباراة جيدة. كوكو ومحمد زامل يتعرض إلى عرقلة، خطأ ضد اللاعب معروف يوسف. احنا نتمنى دورينا الموسم القادم يعم بمحترفين بمستوى ما نتمناه، بمستوى الطموح. شوف الإرهاق واضح على اللاعبين. هذا علي لطيف صاحب الهدف الأول، حجز واضح وعرقلة واضحة. محمد زامل، خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان، خطأ ضد محمد زامل. كرة ملعوبة ترتد إلى مندي. أفضل لاعب بالنجف اليوم مندي، وبنفط ميسان جعفر ناصر. خطأ ضد كوكو. دقيقتين ونصف تفصلنا على الوقت الرسمي لنهاية المباراة. كرة مقطوعة معروف يبعدها بالرأس مندي، ترتد الكرة من جديد محمد صالح. ماغنم، علاء المندفع، حلوة، محمد زامل إلى حمزة، عالية وكرة خطيرة، وخروج حاسم من حسن نجم.
دقيقتين تفصلنا على النهاية باستثناء الوقت المحتسب بدل من ضايع. وتغيير الآن آخر في تشكيلة النجف. حسين إبراهيم راح يدخل، وحسين يونس حمود أيضا يدخل. تغييرين، أصبحت 5 تغييرات ب3 فترات خروج. يعني كل ثقل الهجومي الآن قدم عبد الغني الشهد. 3 مهاجمين 4 مهاجمين بدل. كرة اللعب. رمية تماس وبطاقة صفراء لمعروف يوسف. تسعة صفراء و1 حمراء. كرة لمحمد زامل، خطأ من جديد. انذر قبل قليل وارتكب خطأ جديد. مندي يتركها لمحمد زامل. النجف في سعي لتحقيق تعادل. هل يفلح نفط ميسان بتحقيق فوز العاشر ويلحق بالنجف الخسارة التاسعة؟ وخسارة وحيدة في المرحلة الثانية أمام الجوية، وهذه الثانية للنجف. كرة عالية ملعوبة. حسين حمود أو يونس حمود إلى ركنية. هذا لاعب استقتل اليوم مع نفط ميسان. ركنية قد تكون الفرصة الأخيرة للنجف. يمكن راح يضيف لنا 4 دقائق لا أكثر. يلا يا علاء، يلا يا شباب، قدموا لنا يا لاعبي الفريقين أداء فيما تبقى من عمر المباراة. يلا هذا جعفر يحاول، جعفر عرقلة لجعفر وركلة حرة لفريق نفط ميسان. لاعب مثابر سريع خلق. إذن هذا أسرع انذار لبديل، أسرع انذار لبديل للاعب حسين إبراهيم. بطاقة صفراء لحسين إبراهيم. نلعب 7 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع. حكم المباراة أضاف وركلة حرة لمصلحة نادي نفط ميسان. علاء سعد. يحاولون يقتلون وقت، يحاولون أن يضيعون وقت من أجل يمتصون الزخم واندفاع لاعبي النجف. علاء سعد، هذا كله تأخير. إذن حسين إبراهيم أسرع لاعب بديل ينذر. محاولة على حسين، خطأ من جديد. علاء سعد يتعرض إلى عرقلة. علاء سعد، هذه أمور معروفة يعني. هذا ذكاء ميداني، إنه اللاعب يحاول يقتل وقت. هي خطأ صحيح وارد، خطأ صحيح، ولكن اللاعب يحاول شوف أن يفتعل الإصابة حتى يقتل وقت. حكم المباراة هل أنذر لاعب آخر؟ يبدو أنذر حسين عامر.
وطرد بطاقة صفراء أخرى لمعروف. إذا طرد لمعروف يوسف. يعني هي أكثر مباراة عندنا كانت الكهرباء والزوراء 16 أصفر وواحد أحمر. اليوم يعني خلونا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أصفر واثنين أحمر. هذه ثاني أكثر مباراة بها بطاقات. إذن بطاقة حمراء، وراح ينذر على الدكة من على الدكة راح ينذر؟ لاعب إداري. ما شفنا رقمه للاعب. من حق الحكم أن ينذر أي لاعب على الدكة أو يطرده. هل هناك طرد آخر؟ تسدد الكرة عالية برا الملعب، لا ركلة مرمى. معروف طرد بطاقة الصفراء الثانية. بطاقة صفراء كانت عنده أولى وثانية. الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. تنقطع الكرة. ومحاولة تبعد من الدفاع. مندي مقطوع الكرة. علي حسين كوكو، خطرة هذه، خطرة وجعفر ناصر وهدف، والكرة إلى خارج الملعب. كرة إلى خارج الملعب. انتهت السبع دقائق، هناك توقف، لكن جعفر في وضع تسلل واضح. ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي النجف. كرة ترتد وأبعدها علي حسين إلى الخارج، أو ياسر عامر اللي أبعد الكرة، حسين عامر اللي أبعد الكرة. محمد زامل، ركنية لمصلحة نادي النجف. تلعب الكرة بالرأس، ترتد وتشتت من دفاعات نفط الوسط إلى علام هاوي. علاء يلعبها، ماجنيم دفع، ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. سجاد محمد دفع واضح، ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. آخر اللحظات. كرة إلى خارج الملعب. عباس فاضل
حسن نجم الآن وصافرة الحكم محمد سلمان تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز فريق نادي نفط ميسان على النجف بهدفين مقابل هدف واحد. الأهداف سجلت عن طريق علي لطيف بدقيقة 55 وسجاد محمد بدقيقة 62 وقلص مندي النتيجة بالدقيقة 68. بهذا الفوز نفط ميسان يرفع رصيده إلى 46 نقطة، يقفز إلى المركز العاشر، بينما يبقى نادي النجف بمركزه الخامس. مبروك لنفط الوسط، حظ أوفر لنفط ميسان، حظ أوفر لنادي النجف. سعدت برفقتكم، شكرا متابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.